اهلا بيكم في بودكاست الكابيتانو. النهارده حلقه مهمه جدا مع الدكتور احمد ربيع، عضو اللجنه العلميه في الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا معك. طبعا احنا لنا الشرف ان حضرتك معانا النهارده. عاوزين حضرتك في الاول تقول لنا ايه رايك في فكره البودكاست للرياضات الفرديه وبالذات الكيك بوكسنج. هي كفكرة متخصصة اكتر، وانها بتناقش موضوعات خاصة برياضة الكيك بوكسنج، ودي نواة ان احنا يبقى مجتمع الكتروني موجود ونسمع اراء بعض، ونشوف ونتعلم من بعض. ودي حاجة ممتازة، يعني ان انت يبقى عندك معلومة انا مش عارفها، لما هنتكلم مع بعض كلنا هتزداد المعرفة بتاعتنا، فدي حاجة ممتازة ما شاء الله. شكرا يا دكتور. عاوزين حضرتك يا دكتور نعرض على حضرتك شويه اسئله خاصه او في التخصص شويه في الكيك بوكسنج، فتسمح لنا ان احنا نعرض شويه اسئله. اتفضل. اول سؤال عاوزين نعرف ايه العلاقه النفسيه او العلم النفسي في اللعيبه الفايتر او اللعيبه اللي بتمارس كيك بوكسنج. تمام. هو السؤال في حد ذاته هو سؤال ذكي جدا. اشمعنى لاعبي الكيك بوكسنج او لاعبي الرياضات النزاليه بصوره عامه ولاعبي الكيك بوكسنج بصوره خاصه عليه كميه اللود دي من الاعباء، وليه دي اكتر لاعيبه بنشوف لها سلوكيات سواء جوه المباريات او من بعد المباريات او الكلام ده كله. الاعداد النفسي زي الاعداد البدني، زي الاعداد المهاري، زي الاعداد الخططي، هو جزء من الاعداد يمثل 25% من اجمالي الاعداد. اما دي رياضه نزاليه فرديه، يعني انا شايل مسؤوليه الماتش 100%، لوحدي. شايل مسؤوليه الماتش النفسي، شايل مسؤوليه النفس البدني، شايل مسؤوليه الماتش المهاري. الكابتن بيديني تعليمات بره، بس وانا داخل شايف جمهور، فيبتدي معدل القلق عندي يزيد، الخوف عندي يزيد، التوتر عندي يزيد. شايف اهلي، شايف الناس، شايف التحكيم، شايف الرانك، شايف كل التفاصيل دي، فتبتدي الضغوط النفسية عندي تزيد، وبالتالي الاداء المهاري اللي بيحصل في الوحدة التدريبية ما بيكونش متماثل للاداء المهاري للفنيات اللي بتحصل على المسابقة. طيب، يبقى انا لما باجي اقول ان انا هعد لاعب نفسيا، هعده عشان التدريب ولا هعده عشان المسابقه؟ عشان المسابقه. عشان المسابقه. بالظبط. لو عزلنا كل الضغوط دي واصبح ده ماتش مشروط، يعني زي الماتشات المشروطه اللي حضرتك بنعملها في التمرين. بتعملها في التمرين، بيحصل اي خلل في الاداء الفني او الاداء المهاري او الاداء التكتيك اللي حضرتك حاطه، ولا بيبقى مظبوط؟ مظبوط تمام. طب ايه اللي بيحصل في المسابقات؟ انه بيبقى متوتر اكتر او ليه؟ عشان عندي عوامل خارجيه دخلت عليا. بالظبط. الخوف من الفشل ده على المستوى الشخصي، صح. الخوف من الإصابة على المستوى الشخصي. ايه تاني؟ طب لو انا فشلت او انضربت او انهزمت في الرياضة دي، الناس هتشوفني ازاي؟ امي اللي معايا، والدي اللي معايا، اختي اللي معايا، اخويا اللي معايا، الحكام. وعندنا حاجة في منتهى الخطورة دلوقتي اللي هي الكاميرا. اللعيب بقى يشوف نفسه مهزوم في صورة فيديو، حصل. والسوشيال ميديا وانه زميله ينزل له، وبدأنا نشوف لعيبة بتتريق على بعض او بتسخر من بعض في الهزيمة، مع ان هي رياضة، النهارده بكسب وبكره بخسر، ده امر طبيعي. صح. فده بيدخل اللاعب عليه كمية اعباء لدرجة ان بتشوف في اول 30 ثانية لحظات انفجار او نوبات من الخوف او نوبات من التوتر بتحصل جوه المباراة. صح. طبعا مهمة المدرب في الحتة النفسية مش بتبدأ في المباراة، ده بتبدأ مع اول يوم لما بيحط الخطة التدريبية السنوية بتاعته. اول يوم الاعداد النفسي كل يوم بيتم بنسبته سواء 20% او 25% في الوحده. ولما بنقرب من فتره ما قبل المنافسات، بيكون المدرب الخبير درس السمات النفسيه على اللاعب كويس قوي، ودرس المهارات النفسيه، السمات النفسيه الفطريه اللي عنده والمهارات النفسيه اللي هيبتدي يطورها عشان هيخش. هل ده لاعب شجاع؟ هل ده لاعب اقدام؟ هل ده لاعب جبان؟ هل ده لاعب كذا؟ وبيبتدي يدرب ده، وبيعمل تدريبات عقليه كتيره جدا للاداء الخططي بتاعه عشان يحصل للسلاسه جوه المسابقه، وما يحصل اي نوع من انواع الضغوط، وان الاداء الخططي اللي اتدرب عليه يتنفذ بشكل آلي بدون ضغوط، بدون توتر، بدون كلام. الحمل ده رغم ان هو حمل اللاعب بس واقع على كتف المدرب. مدرب الرياضات النزاليه وخصوصا مدرب الكيك بوكسنج من غير اعداد نفسي هو مدرب لم يكتمل بعد.
يعني حضرتك شايف ان الاعداد النفسي للمدرب للاعب 25% من التدريب؟ ده المدرب اللي بيقوم بيه، زي ما المدرب عندنا شاطر في الاعداد البدني، زي ما هو شاطر في الاعداد المهاري، زي ما هو شاطر في الاعداد الخططي، لو فشل في الاعداد النفسي مش هيخرج. دي مهاره لازم طيب يكتسبها المدرب. بنعرفها ازاي؟ بنشوف حاجه اسمها عمر اللاعب عند المدرب. يعني انا مثلا جيت لعبت عندك، انت مدرب شاطر، جيت لعبت عندك سنه وبطلت لعب او انتقلت لمدرب تاني، معناها ايه؟ انت انا يعني ما كفتنيش، او مش انت المدرب اللي انا طيب لما تلاقي عاوزه الروتيشن ده شغال عندك كتير كمدرب، تشك في مين؟ في نفسي. تشك في نفسك ان بالظبط. الاعداد النفسي عندك فيه ايه؟ في خلل. فيه خلل. طيب في مدربين ما بتعملش اعداد نفسي خالص وبتكسب، صح. نقول لي ده ايه؟ شاطر او محظوظ، او محظوظ او لسه ما قابلش، او عنده شجاعه. او لسه ما قابلش المستوى المؤهل نفسيا اللي يقدر كذا. طب امتى اصعب لحظات على اللاعب؟ هي اللحظه اللي بيطلع فيها الرنج. الرينج صح. دي اصعب لحظات نفسيه. بنشوف لعيبه كتير جدا بتتشنكل وهي داخله، حصل. ده ايه؟ بنشوف لعيبه توتر. جدا ركله ما ينفعش توقعه، بتوقعه قاضيه، ده ايه؟ هو مهزوم، حصل. هو عنده عدوى سلوكيه قبل ما يخش، ما تعدش نفسيا كويس قبل ما ما فيش اصلا، ما جاش، ايوه. هو هش جدا فبينكسر بسهوله وبينهار. بالظبط. دي مسؤوليه مين؟ مدرب. مدرب. الكيك بوكسنج رياضه بنحمل على كتف المدرب وبنحمل على كتف اللاعب الاعداد النفسي، لانها رياضه فرديه نزاليه. نزالي. صح. طب اللاعب لو خسر دي تكسره ولا تبقى نقطة؟ احنا عندنا 3 صدمات: الصدمه البدنيه، الصدمه العقليه، الصدمه النفسيه. تمام. الصدمه البدنيه زي واحد معدي الطريق خبطته عجله او عربيه واتكسر، تمام. فبيروح للطبيب يجبسه وبعد كده بيخف. بس لما بيجي يعدي تفتكر بيخاف ولا ما بيخافش؟ بيخاف. طب دي صدمه ايه؟ نفسية. نفسيه. صح. طب لما يقعد يفكر مره واثنين وثلاثه، ده صدمه ايه؟ عصبية. عقليه. عقلية. الثلاثه ارتبطوا تمام. ببعض. نفس الحكايه في الخساره. الخساره لو عن طريق الضربه القاضيه او اصابه، دي صدمه ايه؟ بدني. يتتبعها صدمة نفسية. يتتبعها صدمه عقليه. تلاقي بعد الخروج من المباراه خساره يقول لك مش هلعب كيك بوكسنج دي، بالظبط. لانه مر بالصدمه. طب انا ببتدي بقى ااهله امتى؟ قبل ما يحصل له الصدمه ولا بعد ما يحصل له الصدمه؟ قبل ما يحصل له قبل ما يحصل له عشان ما الصدمه. خسرش اللعب. لازم يكون عارف ان في خساره. صح. والخساره معناها ان احنا بنحلل المستوى وبنعرف، ولازم اللاعب يجيد تحليل المباريات. صح. في مدربين متخيله ان اللاعب القوي مثلا اللي يأدي 100 هجمه في الماتش، الكلام ده مش صحيح. ده انت لو قلت ان انا هعمل كل على المتغيرات الفسيولوجيه هعمل 6 هجمات على 8 ثواني، انت بالكتير قوي تعمل 15 هجمه صحيحه. بالكتير قوي. لو اللاعب مش فاهم ده ومش مدرك ده هيبقى خسران ومش فاهم انا خسران ليه. هتحصل له الصدمه الايه؟ العقليه والنفسيه، ودي الاخطر. صح. وبيسيب الرياضه بعد. الرياضة خالص. بيسيب الرياضه، مش بيسيب الكيك بوكس. عشان كده بنقول قبل ما نطلع لاعب يلعب لازم تعده نفسيا كويس وتعده بدني كويس وتعده مهاري كويس عشان ما خسرش اللاعب. والخساره ده امر وارد، ولازم انت كمدرب يكون عارف ان الخساره دي مرحله. صح. اذا كان في التدريب، في احمال التدريب بتدي يوم عالي ويوم واضح. لا، اشمعنى في المباريات؟ صح. هفضل اكسب اكسب اكسب، لا طبعا. اكيد خلل هيحصل. بالظبط. طب الخلل ده ايه؟ نتيجة لازم اللاعب خطأ يكون معين. متمكن من ده بالظبط. وعارف يحلل سبب خسارته. صح. هل هي سبب اعداد في الناحيه البدنيه، في الناحيه المهاريه؟ هل سبب اعداده في النفسي، ولا هل فعلا تفوق الخصم عليه؟ بالظبط. ما انا صح. ممكن فعلا الاعب خصم يتفوق عليا، بالظبط. اكون متاكد ان انا مش امكانياتي صح. هيكسبني، فيبقى انا اعلي من ايه؟ من من امكانياتي ومهاراتي، عشان كده النفسية. اخرج من الصدمه النفسيه والعقليه. بالظبط. تمام. طب يعني انا بنشوف لعيبه قويه جدا بدني وقويه جدا مهاري بس بيخسر. ده لاعب احنا بنسميه لاعب تدريب مش لاعب مباريات. ان اللي هنا الغلطه الكبيره عند المدرب. تمام. انت مدرب كويس، ابنك لازم يبقى كويس في المسابقه. صح. مش يبقى كويس في كده. ده لاعب شو، دي مش رياضه شو، دي رياضه اسمها النزاليه. صح. يتمتع لاعب رياضات الكيك بوكسنج بثبات انفعالي عالي جدا. بالزبط. وتوكيد للذات عالي جدا جدا. صح. لانه لو هزه صغيره مش هيقدر يطلع يقف الوقفه دي كلها. واللي بيزرع فيه ده هو المدرب بتاعه. بالظبط. صح. المدرب بتاعه اللي فاهم هو اللي بياخده كده. ولازم تكون عارف ان معظم الناس اللي بتنجح في حياتها بتكون اصلها رياضات نزاليه. صح. انا كنت دايما بقول لهم كده، انا مشبه الرياضات النزاليه هي الحياه الداخليه زي الحياه الخارجيه، بتقابل صراع داخلي. بالظبط. انا ببقى واقف ورجليا وجعاني،
وبلعب، صح. ببقى واقف وانا واخد لكمه او ركله صح. وجسمي ومصاب ألم، وتعبان وبكمل. ومش قادر. بكمل ازاي؟ عن طريق ايه اللي بيخليني اقف؟ طب ما انسحب وامشي، انا فعلا واخد اصابه جامده او ركله جامده بس لازم اكمل. صح. ليه؟ لان عقلي متطور صح. وعارف وحاسب ده. احنا لو جينا بصينا لنهايه اي مباراه، المستوى البدني عامل ازاي، المستوى الفسيولوجي عامل ازاي، المستوى تلاقي اللعيبه بينهار. ايه اللي موقفه؟ النفسي. صح. بينهج ومنهار وايديه ساقطه ومش عارف يكمل وراسه كده. ايه اللي بيخليه يكمل؟ النفسي. النفس. صح. صح. فهو الاعداد النفسي مهم جدا. مهم جدا. طبعا. طيب لو انا دلوقتي عندي لاعب هيلعب، ازاي اعده قبل الماتش، قبل الماتش على طول نفسيا، وازاي اعد يعني ايا كان النتيجه؟ يعني عاوزين حضرتك اول تقول لنا الحته دي، يعني ازاي اعده قبل الماتش نفسيا كويس. طيب احنا فهمنا ان الاعداد النفسي بيبتدي على الموسم التدريبي كله. بالظبط. طيب ايه اللي بيحصل بقى قبل الماتش؟ عندنا حاجه اسمها قلق الحاله، خوف الحاله. الحاله دي يعني مرتبط بحاله المباراه. يجي بس قبل الماتش يبقى عايز يروح الحمام، يبقى عمال يطرقع في صابعه، يبقى عمال يدعك في وشه، يحس ان هو دايخ، يحس ان في حاجه مش مظبوطه. دي حاله. صح. بنمشيها ازاي؟ بيكون المدرب متقن للمهارات العقليه اللي هي الاسترخاء، التركيز، يدرب الولد عليها. طب ينفع ادربه عليها ساعه المسابقه؟ لا طبعا. لازم قبلها في التمرين. انت شغال في التمرين. صح. فلما تلاقي عرض نفسه جسماني ظهر على الولد وقلق حاله او درجه من درجات التوتر علت وظهرت عليه، تقول له طب تعالى نعمل تدريبات الاسترخاء بتاعتنا، فالولد يحصل هدوء لمخه ويبتدي يبقى مستجيب معاك صح. ومركز في المباراه. طب لو ما هديش، ايا كان اللي انت بتقوله بره هو مش هيبقى سامعه، بالظبط. لانه صح. عقله مش معاك. مش موجود. مش مثلا موجود. بيحصل في ماتشات كتير، تقعد مهما تقول للاعب وانت واقف تحت اعمل كذا اعمل كذا، هو ما اصلا فيش، مش هو مشتت. بالظبط. حتى هتلاحظها ان تلاقي فيه بطء في رد الفعل، يبقى الركله خارجه وهو متاخر في رد الفعل. صح. مش دي السرعه بتاعت التدريب، بالظبط. لان عقله على ما شافها، العين شافت بس العين نقلت للعقل. على ما على استوعب ما شافها وخد فتره زمنيه كانت خلاص الضربه وصل. وصل. بالظبط. طيب انا دلوقتي اللاعب كسب، ازاي اتعامل معاه لما يكسب نفسيا؟ طيب وازاي اتعامل معاه لما يخسر؟ احنا كان في بطوله اولمبيه كان عندنا لاعب رفع اثقال رباع. الكابتن لما قال له بعد ما يجي يسلمك الميداليه اعمل التكنيك ده، يعني اتكى بصباعك ده على صباعك ده جامد جدا. فعمل كده، فجه في التدريب فما كانش عايز يتمرن، فقال له اعمل كده، ففكره باحساس الايه؟ المكسب. المكسب. انت كمدرب اعمل لازمه جسميه لكل لاعب لوحده لما يجي يكسب وياخد ميداليته او يترفع ايده. يبقى لما يجي الحكم يرفع ايدك، انت مثلا كلاعب تعمل لازمه، اللازمه مثلا تتكه، تقفل قبضه، ترفع، تعمل كذا. انت كمدرب اعملها كاحتفال. لما يجي كاحتفال شخصي. لما بالظبط. يجي بقى في التدريب وتلاقي اللاعب مش مكمل معاك، تفكره بأنهي احساس؟ احساس المكسب. الايه؟ احساس المكسب. صح. دي اسمها لازمه ما بعد الفوز، دي المدرب المحترف اللي بيعلمها للاعب بتاعه. حلو ده. طيب لازمه الخساره ليها لازمه برضه، تعلمه لازمه جسميه. خسر، تقول له بس اقفل ايدك، اقفل ايدك قبضه كده جامد. هو هينفذ. هيجي في التمرين هتلاقيه مش مظبوط، تقول له انت عايز تخسر؟ يقول لك لا 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 مش عايز تخسر. لا طب اقفل ايدك قبضه جامد. هيقفل، هيفتكر. قول له انت عايز نوصل للمستوى ده تاني؟ اتحلت. صح. في سؤال بقى مهم، بالذات البنات بيقولوا الكلام ده، الكيك بوكسنج حرام كضرب؟ انت بتضرب وش والكلام ده، وفي العادي بقى للبنات لا، ده ما عادش طيب ينفع هو بعد سنة. انا مش رجل دين عشان ارد على الحلال والحرام، ولكن هنبص للموضوع من زاويه تانية. تمام. هو السند في الحرمانيه على ايه؟ يعني هو الحرام بناء عن ايه؟ انك بتضرب مثلا الوش، ان الرسول نهى ان احنا نصفح الوش. طيب أو نضرب كويس، الوش. احنا هناخد الحته دي ونرد عليها بهدوء. هو انا بضرب في اطار قانوني ولا بضرب في الشارع؟ اطار قانون. في اطار قانوني. لو احنا قلنا ان ده اعداد جيل بدنيا قوي، اعداد جيل ذهنيا قوي، اعداد جيل نفسيا قوي، ده من الايمان ولا مش من الايمان؟ من الايمان. من الايمان. وحضرتك بتعد الجيل ده بتعده بايه؟ بكل الطرق. بكل صح. صح؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعد الجيش كانوا بيعملوا زي شو بس بالسيف. صح. كان مش وارد السيف يجي في الوش، صح. ده كان السيف بيبقى منشن على الرقبه. بالظبط. لو احنا استبدلنا السيوف بالخشب كان وارد الخشب ده يجي على الوش او على الرقبه. صح؟ صح. كويس. او يحصل اصابات اثناء عمليه التدريب. اكيد. طب ما هو هيحصل اصابات هنا. يبقى الخشب اقوى والسيف اقوى ولا القلافز اللي هو السفنج؟
لا السيف. طيب ما ده اعداد اهو، بتعد جيل. بلدك محتاجه جيش، الجيش ده هيكون بدنيا قوي ولا بدنيا ضعيف؟ بدنيا قوي. بدنيا اكيد. قوي، عشان هيقدر يقف. صح. شفنا ابطالنا في 73 في صوره فيديو، يا ريت دي تبقى متعلقه في المدرسه، في المدرسه نفسها. هنزيعه في في جندي الفيديو ده. طالع الخط بارليف وشايل على ظهره مدفع وزنه 300 كيلو، لا يقدر بشري على رفع هذا الوزن والصعود بهذا الصعود. الراجل ده عمل كده ازاي؟ كلنا شفنا الفيديو ده، صح. كلنا شفناه. ايوه. مين يقدر يعمل كده؟ يبقى الاعداد اللي عمل كده. ده في جزء في حرب 73 اكبر من الحرب نفسه، هو التدريب على الحرب. العساكر دي ما طلعتش كده من فراغ، مش من اول مره، ما جابوهمش من الفلاحين وسايبوهم الفاس قالوا له اطلع. صح. دربوا فين؟ احنا عارفين ان ندرب جزء منهم كانت هيئه التدريب بتدرب جزء في القناطر، كانت بتدرب جزء في اشمون، بتدرب جزء في كذا. اتدربوا على خط بارليف، السادات الله يرحمه قال له انا عايز خط وخط اصعب. صح. عشان كده تم التدريب. لو ما تمش التدريب للبنت دي، لما وقت الحرب هنعمل ايه؟ لو حد يتعدى عليها، حد يتعرض، طب ما حتى في الشارع. السيدات في عهد الرسول كانوا بيحاربوا، كانوا بيحاربوا ازاي؟ بيبقوا خدمات معاونه موجودين، بيعملوا الجرحى، بيعملوا كذا. طب ما بيخشوش؟ والله لو احتاجنا كانوا بيخشوا. طب وعندنا بيخشوا. لازم حضرتك تعرف ان الحضاره المصريه القديمه اللي هي عمرها اكتر من 7000 سنه كان عندنا قائده جيوش سيده. تيجي تقول لي لا ما يتدربوش الرياضات، امال ازاي هتقف قدام الدنيا دي كلها؟ هتقف ازاي قدام ظاهره التحرش اللي بقت كده؟ هتقف ازاي قدام عالم لوحدها وهي بتربي ولادها؟ بدنها ازاي يبقى قوي ويقدر يشيل المسؤوليه ويقدر يشيل كل احمال الحياه؟ لا، اللي شايف كده ده شايف من زاويه ضعيفه جدا وشايف من زاويه غلط. ايوه. لا ده يعني احنا ممكن نقول ان احنا بنطالب بتعميم الرياضه دي في المدارس. صح، عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم، عشان تحميهم من الجو اللي ماشي السجاير وتعمل اصلاح في البدن. صح. طب اخيرا نختم بسؤالين. نصيحة للاعب اللي عاوز يبقى يعني يشتغل او يتمرن كيك بوكسنج للفايتر، ونصيحة للمدربين. طيب احنا نبتدي الاول باللاعبين. الزم مدربك. كل لاعب بعد ما بيحس بقوته شويه ويعمل شويه اداء مهاري كده كويس ويحس ان هو كويس، مش عارف، بيبتدي يبقى فيه سلوكيات كده مش منضبطه. كل لاعب الزم مدربك، اوصل معاه لحد ان مدربك يوصلك لكل انواع البطولات. الزم مدربك، مدربك ده اللي علمك، مدربك ده اللي خدك من صغرك، مدربك ده اللي علمك كل حاجه كويسه. الرياضه دي اخلاق. ظاهره ان انت تاني يوم تقول انا همرن وانا احسن من الكابتن بتاعي بدات تظهر كتير جدا. كتير. ده ان دل عن شيء يدل على ان حضرتك فقير، مش هتقدر تكمل. فعلا انا مش هديك نصيحه. الزم مدربك، خليك مع مدربك، ما تخليش الرياضه والشو يزغللوا عينك. حصل. خليك مع المدرب بتاعك وامشي معاه ستيب باي ستيب. النهارده انت متخيل انت عرفت كل حاجه؟ لا، الجاهل يؤكد، العاقل يشك، الفيلسوف متأمل. طول ما حضرتك متخيل ان انت عارف كل حاجه يبقى انت مش عارف حاجه خالص. حصل. دي نصيحه للساده اللعيبه. واتمنى ان البطولات عندنا تبقى اكتر واكتر، وابطال العالم واللي بيرفعوا العالم المصري يبقوا اكتر واكتر باذن الله. بالنسبه للمدربين زمايلي واساتذتنا واخواتنا الكبار، بيشتغلوا على نفسهم جامد جدا مع المنافسه اللي بقت شرسه، مع الاكاديميات الخاصه اللي كترت، مع بعض الكيانات الغير وهميه. صدقني، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. استحمل، تعال على نفسك، انت مدرب شاطر، زود من معلوماتك. ما تتخدعش بالفوضى اللي عاملاها السوشيال ميديا، كل واحد يعمل نفسه مدرب ويسحب لعيبه ويعمل كذا. انت ليك مكانتك وليك تقديرك، حافظ عليهم وافضل في طريقك، هتكمل، هتنجح. انت بتخرج اجيال، بتربي، ما تقفش، ما تضعفش. في يوم من الايام هتوصل للي انت عايزه. وشوف انت خرجت كام بطل، هو ده الشهاده. اخر جمله بقولها للمدربين وبقولها لنفسي قبلكم: المدرب اللي يقول ان ده تلميذي، انا بقول لحضرتك انت مدرب مش ناجح. التلميذ لازم هو اللي يقول ان ده مدربي. ما تعترفش بفضل حد، هم اللي يعترفوا بفضلك. بفضل. صح. اوعى تقول ان ده كان لاعب عندي، لو ما قالهاش يبقى ما يستاهلش، انت الاستاذ. صح. اللي يقول ان انا تلميذ الكابتن فلان ده يبقى يستاهل انه له الشرف
ان انت تقول ده تلميذي. اللي ما يقولش ما تقولهاش، حتى لو حصل اللي حصل اضحك وسيب الظروف. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا بجد يعني استفدنا استفاده كبيره من حضرتك، ودايما مع حضرتك باذن ان شاء الله، والشرف لي الله ان شاء الله. يخليك. إن شاء شكرا الله. ليكم بودكاست الكابيتانو. ارجو تكونوا استمتعتم مع الدكتور احمد. انتظرونا في حلقه جديده بودكاست الكابيتانو. شكرا.